كلكم عطيتكم وصفات للزيادة في الوزن وإبراز المناطق الأنثوية وعلاج فقر الدم، ولكن نسينا واحد الناس، نسينا السكريين. بزاف الطلبات جاوني من عند الناس اللي كيعانيو من مرض السكري، الله يشافيهم يا ربي ويشافي جميع المسلمين، اللي قال لك خاصهم وصفه لزياده الوزن ووصفه لعلاج فقر الدم. انا جيت لكم بالطلب اللي طلبتوني عليه، انا ما نخلي حتى واحد كيتسنى غير ما حدكم نتوما معايا وكتشجعوني وانا معاكم بالوصفات الناجحه والمجربه. خليكم معايا تشوفوا الوصفه. السلام عليكم، كي دايرين؟ اخباركم مزيان؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا فيديو جديد ووصفه جديده دائما مع سليمه. الفيديو ديال اليوم كما العاده جات تحت الطلب ديالكم انتم المتتبعين ديالي اللي كنحماق عليكم ونموت عليكم، وبيكم انتم باش حنا كنزيدوا القدام. بيكم انتم باش حنا مازال هنايا، لا يخطيكم عليا. الطلب كان هو بغاو وصفه لعلاج فقر الدم الناس السكريين، ووصفه لزياده الوزن وفتح الشهيه الناس المرضى السكري، الله يشافيهم يا ربي في هذه العواشر هذه، وخصوصا في رمضان حنا كنعرفوا بانهم كيعانيو مساكن في هذا رمضان هذا. يعني ما كيضعفوا بزاف، لان اصلا كتكون الشهيه قليله ومع الصيام ومع هذا الله يكون في العوان ديال الكل. اليوم جبت لكم وصفه غزاله رائعه فعاله صالحه ليكم نتوما مرضى السكري، وممكن يستعملها اي واحد، ممكن يستعملها الكبير والصغير، المراه والراجل، وحتى المرضع ممكن تستعملها، ما فيهاش ضرر نهائيا، بالعكس فوائدها جد 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 فعاله، ما فيهاش ضرر نهائيا. كما قلت لكم بالعكس فوائدها كثيره كثيره كثيره، صالحه حتى للاطفال الصغار. ولكن بالخصوص انا جبتها الناس اللي كيعانيو من مرضى السكري واللي طلبوني ولبيت لهم الطلب ديالهم، ونتمنى يكونوا كاملين في المشاهده وفي المتابعه ديالي، ويخليوا لي التعليق ديالهم الا كانوا كيشوفوا في هذا الفيديو هذا. وصفه غزاله فيها 3 المكونات اللي كنظن متوفره عند اي واحد، ما يمكنش شي بيت ما غاديش يكونوا فيه هذه المكونات، وحتى الا ما كانوش سهل انك تجيبهم، يعني ماشي شي حاجه غابره وماشي شي حاجه غاليه، بالعكس في المتناول ديال الجميع. باش نتعرفوا على هاد المكونات وطريقه الاستعمال ديالهم خليكم معايا حتى نهايه الفيديو. دائما ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتخليوا لي لايك وتعليق زوين فحالكم. خليكم معايا على بركه الله. اول مكون غادي نحتاجوه هو إيلان او ما يسمى بحبوب الدخن. انا عندي مطحونين، ولكن غنخلي لكم الصوره ديالو كيفاش كيكون حبوب، نخليه هنا ولا هنا، غادي نشوف نخليها لكم لانه مابقاش عندي انا حبوب، عندي غير مطحون. هو هذا إيلان او ما يسمى بحبوب الدخن، ها الصوره ديالو غادي تبان لكم وغادي تعرفوه. كناخذوه كنحمصوه شويه، يعني كنسخنوه شويه في المقيله ولا في الفران وعاد كنطحنوه. هذا هو المكون الاول. المكون الثاني اللي غادي نحتاجه هو العدس ومن لا يعرفه، وكنعرفوا ان العدس غني بالحديد وفوائده كثيره كثيره بزاف. غناخذوا حتى هو العدس العادي اللي كنطيبو، كاين اللي غيسولني واش يستعمل العدس الاحمر، ممكن يعني ما كاينش مشكل، استعملوا اللي عندكم موجود. كناخذوه حتى هو وغادي نحمروا شويه في المقيله حتى هو وغادي نطحنوا. والمكون الثالث هو الحلبه، وحنا كنعرفوا الحلبه كذلك والفوائد ديالها في فتح الشهيه، وكذلك كتساعد على يعني تنظيم السكر في الدم. الناس اللي عندهم السكري راه كياخذوا الحلبه كتعاونهم بزاف بزاف بزاف. راه سبق لي وشارك بزاف د الوصفات فيهم الحلبه باش كيقادوا السكر ديالهم. هادو هما المكونات الثلاثه اللي غتحتاجوا، اللي ما فيهم حتى ضرر الناس ديال السكريين: إيلان، العدس والحلبه. شنو غادي نديروا ليهم؟ غادي نسخنوهم غير شويه ونطحنوهم، هادو كذلك فحال هذا، وغناخذوا نفس الكميه منهم بجوج. انا غادي نسخن هادو وغنطحنهم ونوريكم كيفاش غنستعملوا. كما شفتوا كنديروا في المقيله هكا وكنسخنوا. بغيتو ديروا في الفران ديروه ماشي مشكل، المهم غادي نسخنوا غير واحد شويه نحمروا وغادي نطحنوا. علاش هاد التحميره؟ كاين اللي غيقول لي علاش نحمروا؟ باش ما يضركمش في المصران، تفهمنا؟ الا بقى خضر يقدر يضركم في المصران، اللهم من الاحسن حمروا باش تفاداو داك انه يضركم في المصران. غير تبعوني وما تخافوا حتى حاجه، راه الا حمرتوه بهذه الطريقه هذه وعاد طحنتوه ما غاديش يضركم نهائيا في المصران، نهائيا ما تخافوش منه، تفهمنا؟ صافي غادي نحمروا. انتما كتشوفوا راه بدا كيتحمر شويه، وغادي نزولو وغادي نطحنوا. غير ردوا مع البال راه كيطرطق حتى هو بعد المرات كيبدا يطيب. والحلبه كذلك غادي نحمروها غير شويه، الحلبه غير باش تطحن لينا ماشي على شي حاجه، ممكن ما تحمروهاش الحلبه، صافي غير شويه. انا غادي نسخنها غير باش تطحن ليا وصافي، غير نسخنها شويه. اللي مهم واللي خاصكم تحمروا هو العدس باش ما يضركمش.
اما الحلبه كما قلت لكم غير شويه نسخنها غير باش تبغي تسخن ليا وصافي. بغيتو بلاش ماشي مشكل. صافي من بعد ما حمرنا داك العدس غادي نحاول نطحنو هنايا. هذا كما قلت لكم راه عندي مطحون، راه حتى هو كتاخذوه كتحمروه حتى هو في المقيله ولا في الفران وعاد كطحنوه. انا ديجا كنت خدمت به لان انا كنعطيه حتى لوليداتي، كنعطيه لولادي الصغار مزيان لانه كيقوي العظام بواحد الشكل رهيب. داكشي علاش انا ديجا طاحناه مره كنديروا لهم هكا في مع السميده مع البلبوله مع الحليب مع دانون وكنعطيه لهم عندي محمر مطحون ناضي. صافي انا طحنت العدس هنايا ودابا غادي نطحن الحلبه حتى هي نفس الطريقه. كما قلت لكم الحلبه راه ممكن ما تحمرها ما والو، انا غير سخنتها شويه جاتني بحال بارده ما تبغيش تطحن وسخنتها. صافي من بعد ما طحنتهم بثلاثه بهم ها اللان ها العدس وها الحلبه، ثلاثه د المكونات غزلان. شاد الوصفه راه صالحه حتى للدراري الصغار، صالحه للكبار، صالحه لكل شيء، ما عندهاش اضرار نهائيا، بالعكس مفيده بزاف. غناخذوا نفس الكميه نتوما واللي بغيتو. انا غنعطيكم غير مثلا خديت ملعقه من هذه، غناخذ ملعقه من هذه من العدس، ملعقه من اللان، ملعقه من العدس وملعقه من الحلبه هكا بهذا الشكل، وغنخلط الكل. نتوما ديروا واحد الكميه كبيره خلطوها واحتفظوا بها في واحد القرعه ديال الزاج، بالعكس غتولي تجيكم ساهله انكم ديروها ما تبقاوش تعكزوا، غتخدموا مره واحده صافي. غير اللي مهم هو تحتفظوا بها في قرعه الزاج باش كتبقى هاد المسائل مزيان. صافي انا خديت ملعقه نتوما راه ممكن ديروا مثلا ربعه اولا 250 غرام من كل حاجه وديروها صافي، وكتحتفظوا بها في واحد القريعه بهذا الشكل هذا وكتبقاو تستعملوها. طريقه الاستعمال ديالها اجي نوريكم شنو غادي ندير. المكونات هما هادو من بعد ما وجدناهم مع بعض. طريقه الاستعمال ديالهم باينه ياك، شفتوني شنو شاده. طريقه الاستعمال سهله وبسيطه، كنخلطهم كاملين كما قلت لكم، غتنوضوا تخدموا واحد النهار وغتخبعوا وغتديكم مده طويله ما كتخسر ما والو، بالعكس كتسهل عليكم العمليه. من بعد ما خلطناها كيف ما شفتوا هنايا، خلطنا كاع المكونات اللي شفتوا هما كنحصلوا عليهم هكا بودره بهذا الشكل هذا. شنو غادي نديروا؟ غناخذ واحد الياغورت او الزبادي او اللبن الرائب، كل واحد شنو كيسميه، يكون طبيعي بدون سكر وبدون دهنيات، تفهمنا؟ يكون جبن طبيعي او ياغورت طبيعي بدون سكر. كنأكد بدون سكر، مادام نتوما مريضي السكري فما خاصكمش تاخذوا السكر. بالنسبه للانسان عادي او اطفال صغار او هذا راه ممكن ديروا لهم ياغورت عادي، ياغورت باي نكهه بغيتو ديال الشوكولا اللي حبيتو ممكن ديروه، تفهمنا؟ انا كندوي دابا مع الناس السكريين هما اللي خصهم ياغورت بدون سكر. غير فهموا لي هذه النقطه. الناس العاديه راه ممكن ياخذوا نفس الوصفه، راه كنقولها راه ممكن تعطيوها حتى للوليدات الصغار الكبار المرضع ما فيهاش ضرر. هذوك الناس العاديين اللي ما مرضينش راه ممكن ياخذوها مع اي ياغورت كيبغيو، اي نكهه كيبغيوها، وخصوصا الا كان ديال الشوكولاته راه غيبغيو لكم الوليدات الصغار. انا متاكده لانني جربته مع وليداتي. دابا نتكلم مع الناس حبابي وصحابي السكريين، راه حتى ماما عندي انا ديابيتيك الله يشافيها يا ربي ويعطيها صحتها ويطول لي في عمرها يا ربي، خليوا لي شي دعيوا ليها في هاد التعاليق هادي وانا غادي نقراهم ليها. المهم كناخذ واحد الياغورت نديروه في شي زليفه ونضيفوا عليه واحد الملعقه كبيره مملوءه، عمروها دبزوها مزيان وضيفوا هذاك الياغورت، خلطوها وخذوها. فوقاش غادي تاخذوها في الايام العاديه دابا بدون رمضان؟ غتاخذوها مور الفطور، ملي تفطروا الصباح خذوا ليا واحد الطاس بحال هذا وديروا فيه هذا، ديروا حتى 2 معالق ما فيهاش ضرر، حتى 2 معالق عادي وخلطوها وكلوها. في رمضان ان شاء الله باذن الله تعالى تاخذوها مور ملي تفطروا وتفرقوا الصيام ديالكم، وممكن حتى تصليو صلاه التراويح ديالكم وتاخذوها مثلا هي في العشاء والصباح عاودوا وفي السحور تعاودوا تسحروا، تفهمنا؟ يعني مور الفطور، ما تاخذوهاش قبل الوجبه لان غادي تسد لكم الشهيه، لان غادي تنفخكم، غتحسوا براسكم منفوخين غتسد لكم، ولكن غير شويه وغتحسوا براسكم باغيين تاكلوا. المهم خذوها مور الوجبه صافي، تفطروا اما مور الفطور مباشره وجبه الافطار اللي في رمضان مباشره، او كما قلت لكم حتى العشاء، يعني من تصلوا العشاء ديالكم والتراويح ديالكم خذوها. غير داوموها ليا المده ديال هذا الشهر د رمضان 40 يوم من دابا حتى العيد ان شاء الله، وعاودوا لي التحاليل مور العيد واجيو ردوا عليا الخبر واش باقي عندكم فقر الدم، وكذلك راه غادي تلاحظوا حتى الوزن ديالكم ان شاء الله غادي يتزاد.
تفهمنا. اذا نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجابيه ديالكم ونكون عند حسن الطلب ديالكم. ودائما ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه، واللي عنده شي طلب يخليه ليا دائما في التعاليق، راه واخا نتعطل عليكم غادي نجاوبكم. كاين اللي كنجاوبو كتابه في التعاليق الا كان نجاوب يعني سريع غادي نجاوب، وكاين اللي كنتسنى حتى كنصور فيديو. راه عارفين تصوير الفيديو راه كياخذ مني وقت، وخاصني نكون مساليه وخاص الدار تكون ساكته وما يكونوش الدراري وما يكونش الصداع. داكشي علاش شويه كنتعطل عليكم، هادشي اللي كاين. اذا الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.